السلام عليكم البنات، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ بخير؟ كنتمنى هذا الفيديو ديالي يلقاكم بخير وعلى خير ان شاء الله. ومرحبا بكم اليوم معايا في فيديو جديد. مرحبا بالناس الجداد لاول مره كيزوروا القناه ديالي. ما تنساوش الى عجبكم المحتوى اللي كنشارك معكم انكم تشتركوا معايا وفعلوا الجرس باش يبقى يوصلكم كل جديد ديالي. وبالنسبه للناس القدام اللي كيخليو لي التعليق ديالهم الزوينين، كنتمنى نكون على حسن الظن ديالكم، وكنتمنى انكم تقبلوا عليا وتقبلوا على الفيديوهات اللي كنتشارك معكم. بصراحه كنتشارك معكم داكشي اللي كنوجد غير في الدار، شي حاجه اللي هي بسيطه، ودائما كنستعمل معكم المقادير اللي هما كيكونوا بساطين وموجودين في كل البيت. المهم اليوم بغيت ندير معكم الفقاس بلا لوز، بلا حتى شي حاجه، وكيجي زوين غير بالزلجلان، وما كيتهرس ما والو، بواحد الطريقه ديال الطياب اللي هي سهله بزاف. ما كيتهرش ليكم. انا ما كانش عندي كاع الكسور، غير شي حاجه قليله بزاف غادي تشوفوا معايا. وكيف ما كتشوفوا كيجي محمر على هذا الشكل هذا. والمقادير وطريقه التحضير ديالو سهله بزاف، ما نطولش عليكم وندوزو المقادير. بالنسبه هنايا البنات، المقادير عندي 2 الكيسان ديال الزيت وجوج كيسان ديال السنيده. المهم هاد المقادير اللي غادي نستعمل معكم انا، فراه يعني كيلو ديال الطحين. الا كنتو نتوما غادي ديروا قل فانكم تنقصوا من المقادير. عندي هنايا 2 كيسان ديال السنيده، عندي هنايا كاس ديال الماء. تقدروا ديروا كاس ديال الماء زهر، ولكن انا درت كاس ديال الماء. كاس ديال الزلجلان، كاس ديال النافع، كاس مع مرج. هنايا عندي 6 البيضات، وعندي خماره وحده، وعندي كيلو ديال الطحين الفورس الخاص بالحلويات. المهم هنايا غادي نجيب واحد القصريه اللي غادي نخلط فيها البيض والسنيده. اول حاجه بعدا نطرب البيض والسنيده مزيان حتى كتذوب ليا سنيده هكا غير بيدي حتى كتذوب. صافي هنايا غادي ندير 5 البيضات، والبيضه السادسه غادي ندير غير البيض ديالها، وغادي نخلي الصفر حتى كنزوق به او كندهن به الفقاس في الاخر. المهم هنايا غنضيف 2 كيسان ديال سنيده. صافي غادي نطرب بيدي على هذا الشكل غير باش السنيده تذوب، يعني ما تبقاش محبرزه. كاينه السنيده اللي كتكون شويه غليظه، وكاينه السنيده اللي كتكون رقيقه، باش ما كيجيش هكا كتغزغز. فتذوبوا السنيده والبيض. صافي على هذا الشكل انايا كنستمر. صافي من بعد غادي نضيف السوائل. غادي نضيف كاس ديال الماء، غادي نضيف 2 كيسان ديال الزيت، يعني 2 كيسان ديال الزيت مقياس كاس العنبه، يعني زلافه ديال الزيت. صافي هنايا بعد ما ضفت كاع السوائل غادي نضيف دابا النافع. انا ما غاديش ندير اللوز، وغادي ندير زنجلان. المهم الا نتوما متوفر عندكم اللوز وبغيتو ديروه فيعني ديروه. هنايا واحد قبيصه غير اي البنه وصافي ديال الملحه، ماشي بزاف، غير اي شويه. صافي بعد ما خلطت هنايا هاد الخليط هاد الشيء مزيان، غادي نبدا نضيف دابا بالطحين. راني سبق ليا وغربلته، غادي نبقى نضيف غير بشويه وكنجمع. هنايا خدا لي انايا الطحين، خدا ليا كيلو وكاس ديال العنبه ديال الطحين اللي خدا ليا هاد الخليط هذا. وإلا بغيتو تضاعفوا الطحين، يعني ضاعفوا المقادير. 2 كيلو يعني غتضاعفوا هاد المقادير اللي انايا استعملت معاكم. صراحه دابا الفران انا مازال كاع ما شعلته، مازال يعني بارد. صافي كنجمع هكا الجناب مزيان. دابا غادي نضيف الخماره وسط العجينه باش تنسجم ليا مع الخليط. صافي غادي نكمل الباقي ديال الطحين، وانايا كنجمع هكا مع الجناب وكنشوف يعني واش باقي. صافي حتى كنعصر على هاد العجينه هذه، يعني ما كتلصقش ليا في اليد ديالي. هانتوما كتشوفوا كنلويها هكا وكنحط صبعي، يعني كنهزو يعني ما لاصقش. كيف ما قلت لكم انا خدا ليا كيلو ديال الطحين وكاس، يعني كنت بغيت نصور معكم الكاس ولكن تحتفات ليا اللقطه. صافي هنايا حطيت هذا الخليط فوق العجينه، فوق الرخامه، وغادي نجيب واحد القطعه هكا ديال العجينه غادي نقطع بها شكل الكرات. يعني تقدروا تكبروا الكرات، تقدروا تصغروهم على حسب الاختيار ديالكم. انا هنايا جاوني 5 الكرات، جاوني 4 هكا شويه كبار ووحده شويه صغيره.
صافي من بعد غادي نبقى نكور فيها هكا، نلول فيها على هذا الشكل، وانا كنقاد فيها هكا مع الجناب باش كتجي هكا مقاده، وكنقرش شويه من الفوق عاوتاني كنعاود ندور باش كيتقادوا هكا ما كتبقاش هكا شي خارج شي داخل كيتقاد. صافي هنايا انا الطاوه درت فيها ورق الزبده صافي، وغادي نبدا نلوي هكا على هذا الشكل وكنحط في الطاوه. كيف ما قلت لكم الا بغيتوا الكرات يجيوكم كبارين يعني قسموا هذا الخليط غير على 3 ولا 4، فحتى الفقاس كيجيكم كبير. المهم على حسب الاختيار ديالكم. انا درتو هكا الفقاس جاني شي شويه ما كبير ما صغير موين. صافي كنستمر على هاد الشكل هذا كامل. وكيف ما قلت لكم يعني انا مازال في هاد اللحظه هذه مازال ما شعلتش الفران، غادي نخليه حتى كنسالي وعاد غادي نشعلو. بصراحه كنت بغيت نصور لكم لقطه ولكن نسيت. الفران انا ملي خشيت الطاوه خشيتها الفوق، فالفران ما سديتوش يعني هكا باش ما كيتفكعش لكم الفقاس وما كيتهرش لكم في التقطع. انا خشيت الفقاس وسديت غير جهه وخليت جهه محلوله وصافي، وعلى نار مهيله يعني ماشي نار مجهده، ونار مهيله وخليته على خاطرو. خدا ليا هكا واحد ساعه ونص هكا كل ساعتين ديال الطياب باش طاب على خاطرو. صافي غادي نجيب دابا واحد البرا اولا اللي كان عندكم، وغادي نبدا نتقف فيها هكا مع الجناب، نتقب كامل غادي نتقبو باش هكا كيتنفس يعني ما كيتنفخش وما كيتفقعش باش ما كيتقطعش لكم. ملي كتكونوا هكا تبغوا تقطعوه ما كيتهرش لكم. هذا هو السر ديال الفقاس. صافي هنايا انا راني جبت هذاك الصفر ديال البيض اللي سبق ليا خليت معكم في الاول، درت معاه واحد نص كافيه وخلطت مزيان، وغادي نبدا ندهن الفقاس من الفوق. صافي انا غادي نجيب هذا العويد هذا اولا برا اولا اللي كان عندكم، وغادي نبدا نتقف فيها هكا من الفوق ومع الجناب باش كيتنفس يعني كيف ما قلت لكم ما كيتنفخش وما كيتفقعش ما كيت من الفوق باش كيجيكم في التقطاع مزيان. الا بغيتوا اللون يجيكم شويه ناصح على هكا فانكم تزعموا شويه نسكافيه كيجيكم شويه اللون غامق، ولكن من احسن تكون هكا. صافي من بعد غادي نجيب واحد الفورشيط وغادي نبقى ندير هكا زويقات من الفوق غير خطوطه عاديا، بغيتوا تدوروهم بغيتوهم ديروهم طوالين نيشان اختيار على حسب كل الزواقه اللي عنده. صافي على هذا الشكل كامل صافي وغادي ندخلو الفران حتى كيطيب. صافي هنايا البنات بعد ما طاب درت عليه واحد الزيف فازق بعدا حتى برد. انا درته في الصباح وخليته حتى الغد لي ودرت عليه زيف فازق خليته حتى برد مزيان. صافي هانتوما كتشوفوا يعني ما تفقعش ليا وحتى الكسور يعني ما عنديش شي كسور بزاف. هانتوما كتشوفوا يعني شي حاجه اللي هي بسيطه بزاف، هانتوما يعني ما تكسرش ليا كاع بزاف شي حاجه قليله وصافي. صافي هنايا غادي نستمر على هاد التقطاع على هاد الشكل. كيف ما قلت لكم الحجم الا بغيتوا تغلظوا على هاد الحجم هذا تقدروا تغلظوه بغيتوا ترقوه، المهم على حسب الذوق ديالكم. انا استعملت هاد الحجم هذا كيجي زوين يعني موين. صافي غادي نستمر في التقطاع على هاد الشكل حتى كنسالي كاع الكرات اللي عندي. صافي من بعد كنرجعو باش كيتحمر وكيكمل الطياب ديالو في الفران. صافي كنخلي ليه كنحصل على هذا اللون هذا لون ذهبي يعني ما محمرش بزاف وما شويه لون ذهبي. هذا هو الشكل النهائي ديال الفقاس، وهذه هي الكميه اللي خرج ليا كيلو ديال الطحين. كنتمنى انكم تجربوها وتعجبكم الطريقه ديالي، وكنتمنى انكم تخلوا الفران جهه محلوله وجهه مسدوده باش حتى نتوما ما يخرج لكم الكسور بزاف يعني باش يصدق لكم بحال اللي صدق ليا دابا. كنتمنى انكم تجربوها. المهم فقاس دوز اتاي ضروري خاص يكون في كل بيت. كنتمنى هذا الفيديو اللي تشاركت معكم اليوم ينال الاعجاب ديالكم، واللي يعجبو الفيديو ما ينساش انه يخلي لي واحد لايك وخليو لي واحد تعليق زويون بحالكم. واللي اول مره كيزور القناه ديالي ويعجبكم المحتوى ما تنساوش انكم تشتركوا معايا باش يبقى يوصلكم كل جديد ديالي فضلا وليس امرا. وبسلام عليكم الى فيديو قادم ان شاء الله. ما تنساوش تخليو لي لايك وخليو لي تعليق. بسلام عليكم.